الزمالك ينهي اتفاقه مع مدير فني جديد. مساء الفل على احلى جمهور في الدنيا، جماهير نادي الزمالك العظيم. النادي الزمالك كلنا عارفين انه بقاله فتره في تذبذب في النتائج، والنتائج بتاعته مش احسن حاجه، وبالعكس كمان دي وحشه جدا. ففي اتجاه في الاداره قوي جدا، وتقريبا يعني بالاجماع حتى المستشار نفسه بعتوله وابدى موافقته على رحيل فيريرا. رحيل فيريرا المره دي بقى مش مشترط باي شيء. رحيل فيريرا المره دي هيمشي، يعني هيمشي اذا كان كسب او اذا كان خسر او ايا كانت النتيجه ايه. طيب ما احنا لازم لما نمشي فيريرا لازم نجيب بديل قوي، لازم نجيب بديل كويس. الحقيقه برضو ان تقريبا بنسبه 90% او 85% الاداره خلصت مع الكابتن خالد جلال. الكابتن خالد جلال بنسبة كبيرة جدا، بقول لكم تعدي ال 85%، هو اللي هيبقى متواجد بعد رحيل فيريرا. طيب الكابتن خالد جلال من وجهة نظرك يا عم احمد مناسب ولا وحش؟ انا من وجهة نظري بصراحة هو اختيار مناسب. طب ليه؟ هو الكابتن خالد جلال ليه انجازات قبل كده مع الزمالك، ليه تقريبا الكاس اما لعبنا قدام الاهلي وخدوا من الاهلي، ودي حاجه برضو قويه ان انت برضو بتاخد كاس من النادي الاهلي، ودي حاجه مش سهله. الحاجه التانيه ان خالد جلال مدرب ابن الزمالك، ومادام ابن الزمالك هيبقى قلبه على الزمالك، وده اللي المفروض نعمله الفتره دي. لان انت النهارده مش هتعرف توفر المدرب الاجنبي اللي يفيدك، هتروح تجيب مدرب اجنبي الاسم اجنبي زي اللعيبه اللي عندنا الاجانب. ليه؟ عشان احنا اصلا عندنا ازمه ماليه، غير ان مصر كلها فيها ازمه في الدولار، واي حد بيجي من بره بيبقى عايز دولار، فهتروح تجيب اللي يرضى بظروفك، واللي يرضى بظروفك مش هيفيدك بشيء. فبنسبه كبيره جدا الكابتن خالد جلال هو اللي هيبقى موجود بعد فيريرا. طيب مين هيبقى موجود مع خالد جلال؟ اسامه نبيه؟ لا. عبد المقصود؟ لا. كل ده هيمشي. الوحيد اللي هيتبقى هو حسين ياسر محمدي. اللي هيجي بقى مع الكابتن خالد جلال هيبقى مشرف عام هو الكابتن نبيل محمود، وده الصح في الوقت ده، مفيش كلام تاني نهائي. الصح اللي يشيل الزمالك في وقت الشدة ولاده وبس. فانت ما تفكرش في اي حد تاني يجي يفيدك او يساعدك او يفكر فيك اصلا، لان انت في الاول وفي الاخر البيت كله بيزنس، لا ليه انتماء ليك ولا ليه حب ليك ولا ليك عليه اي جمايل. فبالتالي هو الراجل جاي يشتغل، فممكن الحظ او ممكن التوفيق يحالفه وممكن لا، وفي الحالتين مرتبه شغال وكل تفاصيله شغاله. انما لما يكون حد من ابن النادي بتفرق كتير قوي. وخلينا طبعا ما نسبقش الاحداث ونشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه في نادي الزمالك، بس ده زي ما قلت لكم بشكل كبير جدا جدا جدا، حاجه ما تقلش عن 85-90%. وبمناسبه الاداره بقى في نقطه كنت عايز اتكلم فيها، حاصله بقالها شويه، ان احنا كل شويه بيتسرب عقد لعيب جديد. اتسرب عقد مصطفى شلبي، اتسرب عقد ابراهيم النضاي، اتسرب عقد دونجا، اتسرب عقد امام عاشور. طيب السؤال الاولاني هو ازاي بيحصل كده؟ واشمعنى ده بيحصل مع الزمالك بس؟ يعني اشمعنى الزمالك اللي عقوده بتبقى على الملأ وكل الدنيا بتعرف عقود اللعيبه كام وتفاصيلها ايه وبنودها ايه وكل حاجه فيها متاحه للجميع؟ اشمعنى الزمالك؟ الحاجه التانيه، ازاي مفيش حد بيدور ورا اللي بيسرب الحاجات دي؟ ما هي الحاجات دي اكيد بتطلع من حد عارف، حد ليه يد في الموضوع. طب ازاي محدش بيدور ورا الكلام ده ويعاقب اللي بيعمل كده؟ لان الموضوع مش مره ولا اتنين ولا ده تقريبا كل اللعيبه اللي جت جديده كلنا عارفين عقودها ومنشوره، وقت ما تحب تخش هتعرف. ازاي ده بيحصل؟ وازاي محدش بيحاسب؟ وازاي محدش بيدور؟ بجد ازاي؟ النقطه التانيه بقى في عقد امام عاشور، اللي احنا طبعا كلنا اكيد شفنا العقد بتاعه وشفنا التفاصيل. طبعا وقت بيع امام عاشور
كل اتكلم الفلوس مش احسن حاجة، كنا ممكن نسوقه احسن من كده بكتير، وقلنا عادي. النقطة التانية ان الزمالك مش واخد اعادة بيع. يعني ايه اعادة بيع؟ مش حاطط بند اعادة البيع او نسبة اعادة البيع تاني. يعني النهاردة لما امام عاشور يجي يتباع تاني الزمالك ياخد فلوس. اي حد في العالم بيعمل كده. المحلة يا جدع، المحلة حاطة اعادة بيع، بدليل ان الزمالك لما باع امام عاشور المحلة هتاخد فلوس. متخيل؟ والا الزمالك ما حطش البند ده. طيب قلنا عادي مش مشكلة، رغم ان هي حاجة غريبة برضو. نكتشف مؤخرا ان الوكلاء اللي بايعين امام عاشور او الشركة الوكيلة اللي بايعة امام عاشور هي بقى ليها نسبة اعادة البيع. يعني الزمالك النادي اللي بيلعب فيه امام عاشور، اللي هو ظهره واللي هو خلاه لعيب سوبر، لعيب بيلعب في المنتخب، لعيب اساسي في المنتخب، لعيب كبير، لعيب الناس بره بيشوفوه لانه بيلعب مع الزمالك في افريقيا. طبعا اكيد المحله ما كانتش بتلعب في افريقيا، ولا اي نادي لعب فيه قبل كده كان بيلعب في افريقيا. خلاه اتشاف. النادي ده ما ياخدش حاجه لو اتباع تاني، انما اللي جه خده من نادي الزمالك وباعه هو ده اللي ليه اعاده البيع او نسبه اعاده البيع. الموضوع ده غريب جدا جدا جدا، وعيب كبير قوي على اداره نادي الزمالك. ليه؟ لان الموضوع ده ملوش غير 3 حاجات. اول حاجه ان نادي الزمالك ما يبقوش عارفين، الاداره يعني، ودي مصيبه ان نادي الزمالك ما يبقاش عارف العقد بنوده فيها ايه. طيب تاني حاجه ان هم يبقوا عارفين وموافقين، بس ده بصراحه هيبقى فيها مشكله تانية، ان انت اكيد ليك مصلحه. الحاجه التالتة بقى، ولا مش مهم، المهم ان حد من نادي الزمالك لازم يطلع ويكلم الجماهير ويفهموا ازاي العقود دي بتطلع وايه التفاصيل اللي مش عاجباكوا، ونتكلم فيها. من حق جماهير نادي الزمالك ان هي تعرف كل حاجه عن ناديها. اتمنى ان ده يحصل، واتمنى وجود خالد جلال مدرب كويس جدا وابن نادي الزمالك، وده ليه الاولويه والصلاحيات. الحاجه بقى اللي مهمه جدا تتم مع خالد جلال عشان ينجح اننا نتعامل معاه كاجنبي. يعني ايه نتعامل معاه كاجنبي؟ يعني نديله صلاحياته كامله، ما نقعدش نأيده ونقول اصل هو وحش. يعني هو لو طلب لعيبه هاتها له، طلب يمشي لعيبه مشيهم له، طلب حاجه تانية، طلب اداري، طلب اي حاجه، ساعده وخليك في ظهره. كده خالد جلال ينجح ويوصل بالزمالك لمرحله كويسه. لان دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده ما يشيلش الزمالك غير ولاده، صدقوني والله ما يشيلش الزمالك غير ولاده وبس. سلام.